السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. لو انت اول مره بتشوف الفيديو ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتفعل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. كمان ما تنساش تشارك الفيديو مع اصحابك لو عجبك الفيديو، وان شاء الله يعجبك الفيديو مقدما. فيديو النهارده هنعرف فيه مع بعض ازاي بتعرف حراره التليفون الارضي شغاله معاك ولا لا من غير اي عده تليفون ارضي. طبعا معظمنا بيكون جايب التليفون الارضي ده عشان خدمه الانترنت، ومع أي مشكلة بتحصل في خدمة الإنترنت بتبدأ إن حضرتك تتكلم مع خدمة العملاء بتاعة الإنترنت من أي شركة من الشركات الموجودة عندنا في مصر، اللي هم الأربع شركات وأورنج واتصالات وطبعا فودافون. طبعا زي ما حضرتك متابع معاهم شكوى أو أي حاجة بتحصل، أول رد بيكون من خلالهم: شوف لي حرارة التليفون الأرض شغالة مع حضرتك ولا لأ. بص يا سيدي، طبعا زي ما حضرتك شايف ده السلك الاحمر هو اللي جاي لي من الشارع، تمام؟ ده اللي جاي من البوكسة الموجودة في الشارع بتاع حضرتك. بتبدأ الروزيتا معاك بالمخرج الاولاني ده اللي هو واحد كده، وبتنتهي معاك بالمخرجين: مخرج خاص بالسماعة التليفون الارضي او التليفون الارضي اللي عليه رمز السماعة، والمربع ده اللي هو مخرج الراوتر. طبعا زي ما حضرتك شايف هنحتاج وصلة زي اللي حضرتك شايفها دي. الوصلة دي بتيجي مع الراوتر او ممكن بتشتريها، بتعمل 3 جنيه تقريبا او 5 جنيه، على حسب بقى المكان اللي حضرتك موجود فيه. تبقى واصلة طولها حوالي متر ونص باين او ممكن تكون متر، تمام؟ بتبدأ ان حضرتك مثلا توصها بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، وتعملها كأنها وصلتين. ما عندكش الوصلة دي وموصل على طول على الراوتر، ممكن مثلا حضرتك المخرج اللي جاي من الشارع ده بتبدأ مثلا لو عندك أي سلك أنا متأكد إنه موجود عند حضرتك قاطع في الوصلة ده، بتبدأ إنك تفكه وتظهر السلكين بتوعه نفس الفكرة. بس أنا عندي السلك حتة واحدة ومش عاوز أقطع منه، فهبدأ إن أنا أعمل معاكم بالوصلة الصغيرة دي. بتيجي بالوصلة دي توصل فيه سماعة التليفون الأرضي أو مخرج التليفون الأرضي. بتبدأ زي ما حضرتك شايف تجدل السلكين دول مع بعض اللي هما السلكين النحاس اللي طالعين من الروزيتا، تمام؟ بتجدلهم تخليهم في ناحية واحدة، تعمل عليهم شورت سيركت أو بالمصطلح الشعبي كده تعمل فيهم قفلة، تمام؟ وبتيجي بعد كده ترن على خط الأرض بتاع حضرتك. أنا هبدأ إن أنا أرن على خط الأرض بتاعي دلوقتي أهو، وطبعا زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي بيديني إن الخط مشغول، تمام؟ بتيجي بعد كده تفك، او قبل ما نفك الرن كمان رنة بس عشان اثبت لكم الطريقة. طبعا زي ما حضرتك شايف الخط مشغول برضو كده، انت معلق الخط. بتيجي بعد كده تفك الوصلتين عن بعض بالشكل اللي حضرتك شايفه ده، وبتيجي ترن تاني على التليفون بتاع حضرتك عشان تتأكد من الكلام اللي انا بقوله لك. طبعا زي ما حضرتك شايف انا برن اهو وفكك السلكين عن بعض. طبعا لما السلكين لمسوا بعض المكالمة فتحت، تمام؟ المكالمة فتحت معنى ان المكالمة تفتح اما تلمس السلكين دول لبعض، تعرف ان الخط بتاعك تمام كده، تمام؟ يعني انت لما بتلمس السلكين لبعض وتيجي ترن على رقم التليفون الارضي بتاع حضرتك كده واداك ان الخط مشغول، كده بتتأكد ان التليفون بتاعك تمام. زي ما حضرتك شايف كده انا ملمس السلكين، تمام؟ بتبعد السلكين عن بعض وبتبدأ انك ترن برضو، بتبعد السلكين عن بعض وبتبدأ انك ترن، بتلاقي التليفون برن معاك من غير اي مشاكل. لو جيت انك تلمس السلكين لبعض وانت بترن كده يعني لو لمست السلكين كده ولقيت المكالمة فتحت معاك، تعرف ان الخط بتاعك تمام وكل حاجة. طب واحد يقول لك المكالمة فتحت وانا كده اسمع؟ لا طبعا، بدليل ان انا مشغل المايك اهو وبتكلم، لا في صوت ارسال ولا في صوت استقبال. طبعا دي كانت طريقة حبيت ان اشاركها معاكم، اتمنى انها تكون عجبتكم. وطبعا كالعادة حابب اوصيكم بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلكم الفيديوهات اول باول. وشكرا ليكم على المشاهدة.